الحزب يجب أن تكون خادمة للدين وليس العكس. يعني حين تنتمي إلى حركة وحين تنتمي إلى جماعة أو حزب يجب أن يكون في وعيك إنه هذه الجماعة وذلك الحزب يجب أن يكون خادما لدين الله عز وجل، لا أن يتحول العكس، يكون دين الله عز وجل هو الذي يخدم ذلك الحزب أو تلك الجماعة. ولأنه كان في واحد اسمه روبرت ميتشل ألماني له كتاب رهيب عن الحزب، كتبه في بداية 1900 حاجة، يعني في بداية القرن العشرين. فبيتكلم عن إنه طبيعة الأحزاب وعلاقات الحزب وتشابكات العلاقات ومستويات العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وهكذا تتحول مصلحة الحزب إلى مصلحة الوطن. وما يكون هو مصلحة للحزب أو ما يكون هو مصلحة للحزب تكون هكذا هي مصلحة الوطن، والعكس صحيح. وده أنا أعتقد إن هو متمثل فينا جدا في أمثلة كثيرة أوي أوي. إن البعض مثلا لم ينزل مع محمد محمود في أحداث محمد محمود الأولى علشان الانتخابات، علشان عرقلة العملية الديمقراطية هيتحلت كلها. يعني كان عندهم فكرة إنه في عرقلة للعملية الديمقراطية وفي عدم يعني نوع من منع حركة العملية السياسية حتى لا تصل إلى طرف بعينه. هذا في المجمل ممكن أن يكون صحيحا، لكن في الحقيقة إنه أحيانا أنت تتصرف على إنه مصلحتك هي مصلحة البلد، واستبطنت الفكرة الغربية في التنافس السياسي والتنافس الحزبي. إنه الفكرة الغربية إيه؟ قائمة على إيه في موضوع التنافس؟ إنه توماس هوبز يقول إنه الوضع السياسي هو وضع صراعي، ويكون فيه صراع الجميع ضد الجميع أو صراع الكل ضد الكل. وإنه المجتمع يجب أن ينظم ذلك الصراع في مسارات وسياقات وعمليات معينة حتى تنضبط تلك الحالة الصراعية. فهي عملية صراعية في الأساس، يجوز فيها أي شيء، يجوز فيها أي اتهام، يجوز فيها أي سب، يجوز فيها أي شيء. فده فكرة الصراع السياسي الموجود في الغرب. لا يجب أن نستبطن ذلك الصراع ونحن نمارس السياسة، لا. القضية ليست هكذا. القضية اللي أنت عندك مرجعية متجاوزة اسمها مرجعية الوحي. عندك مصلحة الدين أولى من كل اعتبار، عندك مصلحة البلد أولى من الاعتبار الحزبي، عندك مصالح كثيرة جدا متجاوزة لتلك النقطة الضيقة التي أنت متشرنق فيها. وأنا بتكلم على كل، على فكرة، يعني بتكلم إنه في فعلا بعض الممارسات بتدل إنه كل حركة وكل حزب بوعي أو بدون وعي بيمر من حالة التماهي أو الشرنقة داخل توجهات حركته أو حزبه أو جماعته، ويظن أنه كل ما خرج عن هذا هو ضد المصلحة الدينية وضد المصلحة الوطنية وضد مصلحة البلاد والعباد وهكذا. وهذا يجب أن يكون هناك وعي حقيقي فعلا لهذه الممارسات. لأنك على فكرة ممكن أن يكون لك ممارسة علمانية صرفة، علمانية صرفة وأنت لا تدري. وممكن أن يكون هناك علمانية صرفة مدبجة بدبجات إسلامية. فلوسة العلمانية ديت يجب أن نكون واعيين بيها. إنه لا، إحنا نظرتنا السياسية مختلفة، نظرتنا للمجتمع يجب أن تكون أرقى من هذا. يجب أن يكون هناك وعي حقيقي لمثل